السلام عليكم، اهلا بيكم في مطبخي. بما اننا موظفين وعايزين اكلنا يكون جاهز، فتعالوا نعمل شويه تجهيزات كده للفراخ البانيه او الدجاج البانيه. هتسهل علينا وقفه في المطبخ، توفر مجهود وتوفر وقت، وهتبقى سهله جدا. مش هنفكر لسه هنعمل ايه، مجرد هنطلع من الفريزر قبل ما نروح الشغل مثلا، مجرد ما تفك هنبتدي نشتغل فيها. انا جبت هنا ما شاء الله كام كيلو كده من صدور الدجاج، وجبتها سليمه. انا دايما بحب اجيبها سليمه لاني بشكل في ايه، في طرق عمايل الايه صدور الدجاج. قطعتها جزء قطعته بانيه، وجزء قطعته ستريبس زي ما انتم شايفين، شرايح طويله اهي. طبعا بعد ما غسلته ونقعته في ميه وملح وليمون وشطفتهم كويس. وهنا ده جزء قطعته شاورما، وجزء قطعته شيش طاووق، وفي جزء بقى البواقي الصغيره دي بنقطعها واشيلها في الفريزر، اعملها على صينيه مكرونه، افرمها واعملها كفته ايا كان. يلا نخش على التتبيلات. اول حاجه هنتبل الايه، البانيه او الفراخ البانيه. التتبيله العاديه بتاعتنا بتاعت زمان بتاعت امهاتنا، ميه بصل وخل وملح وفلفل. فانا هنا هضربهم في الخلاط وهنعمل بصلايه جامد. عشان تنعم لازم احط لها شويه ميه. هنا بحط الخل واحط شويه ميه عشان تمشي الايه الخلاط بتاعي وتنعم البصل بتاعي. هنا فرمتهم كويس اهو بدون افتكاسات بقى، لا زبادي ولا لبن ولا كركم ولا بابريكا ولا اي حاجه من الحاجات دي كلها. عايزين تحطوا فص ثوم اللي يعجبكم. حطيت التتبيله كده على الفراخ البانيه واسيبها بقى، او شرايح الفراخ، واسيبها تتبل شويه قبل ما نستخدمها او نفرزها مباشره. تاني تتبيله هنعمل الايه الشاورما. عباره عن ايه، تتبيله بسيطه برضو متبعاها من زمان، عباره عن بصل وطماطم، شويه ملح، شويه خل. تمام. بهاراتنا بقى عباره عن شويه فلفل اسود، شويه كركم، وشويه قرفه. طبعا القرفه هي اللي ايه تودي الفراخ في حته تانية. شويه كبابه صيني. تمام. شويه بابريكا، شويه زنجبيل، ونص كوبايه من الايه من الزبادي، او كوبايه زبادي حسب كميه الايه الفراخ اللي هعملها. مش محتاجه ميه لان في طماطم فهتمشي الخلاط معايا. ضربتهم كويس ونعمتهم كويس. تمام. نجيب بقى الفراخ البانيه، احط عليها التتبيله. وبرده لو هنستخدمها على طول بنسيبها ساعه قبل الاستخدام ونسويها مباشره في طاسه سخنه مع شويه زيت. انا مش هسويها طبعا، هحطها في الاكياس. تالت تتبيله هنعمل الايه الاستريبس بيحتاج مرقه فوريه، وانا ما عنديش مرقه فوريه، فجبت مكعبين من المرقه وعليهم شويه ميه صغيرين ودوبت الايه المكعبين زي ما انتوا شايفين. بعد كده هنحط شطه، اللي بيحب الشطه طبعا. نحط ملح، نحط فلفل اسود، هنحط كمون. بس للاسف كان الكمون خلص في العلبه، فاضطريت اجيب من ايه، من اللي انا مخزناه. حطيت معلقه صغيره كده من الكمون. نحط طبعا بصل بودر وثوم بودر، شويه كركم، شويه كاري، شويه زنجبيل، والبابريكا طبعا بتاعتنا، شويه ميه صغيرين، انا مش عايزه ميه كتير. تتبيله كده جاهزه. حطيت شويه خل كمان او لسه هحطهم، شويه خل صغيرين كده مش كتير عشان ما يهريش الفراخ. وانزل بالايه بالستريبس او صوابع الفراخ اللي احنا قطعتها في التتبيله دي. جربوا تتبيله الستريبس دي، ودي اول حاجه ان شاء الله هنزل بيها واعملها لكم. انتظروني الفيديو الجديد ان شاء الله. اخر تتبيله بقى اللي هي شيش طاووق. الحته دي ما صورتش. حطيت زبادي، حطيت توم، حطيت شويه خل، وحطيت شويه فلفل اسود، وطبعا هنا كركم وبابريكا وشويه كاري صغيرين وشويه ملح وشويه فلفل طبعا. وانزل بمكعبات الشيش طاووق فيها ونتبلها. ممكن نشيلها كده او ممكن نشيلها مع الخضار المتقطع. انا قطعت فلفل الوان اخضر واحمر وبصل مكعبات وحطيتهم في التتبيله، وهنشيلهم مباشره في الايه في الكيس. لو عايزين تستخدموها تعملوها شيش تحطها في الخله، ممكن نحطها في الخله ونشيلها متشيشه، او ممكن لو هنعملها في صينيه او في طاسه هنحطها بالايه بالشكل ده، نحطه كله على بعضه. هنا البصلايه كانت متكتله فحبيت افكها شويه كده. اخر تتبيله من التتبيلات الفراخ كده بقى الحاجه عندنا جاهزه في التلاجة، ونشيلها في الفريزر جاهزه على التسويه. ممكن واحنا خارجين الصبح قبل ما نروح الشغل نطلع الكيس نفكه، نسيبه يفك براحته او نفكه في الميكرويف. اهم حاجه الحاجه تكون جاهزه عندنا وسهله جدا.
فاضل بقى شويه الفراخ الصغيرين اللي هم بواقي الفراخ او الهدر اللي بيطلع من الايه، من التقطيع بتاع الفراخ. دول زي ما قلت لكم سبتهم كده على جنب، هعمل بيهم صينيه مكرونه. اتمنى الفيديو يكون خفيف عليكم، واتمنى تكونوا استفدتوا من الفكره بتاعتي دي. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.